عليت الكربراتير، غسلت وظبطت وتمام التمام وركبت. المكنه دايره طبعا اهيت قدامك لو انت سامع صوتها. ماشي. بص بقى انا هوريك المنظر هنا كده، الوضع هنا بحاجه بسيطه خالص. ايه هو الوضع بقى؟ يعني انت لو بصيت هنا هتلاقي الموبيله الشمال وادي الموبيله اليمين. خدت بالك انت بقى من حاجه صغيره؟ بص على سكه الدبراش ده كده، سكه الدبراش الداخلي. بص هو فين؟ هنا اهو. طبعا هو راكب اهو، تمام. سكه الدبراش راكب معايا اهو، حلو كده اهو. طبعا السك ده احيانا بيبقى زي ما انت شايف نفس الوضع ده كده بعد ما بتركب. وفي ناس المحترمه اللي هي طبعا بتخاف على الزبون او بتعمل الحاجه المظبوطه، بتروح حاطه السلك في الحلزونه كده زي كده بالظبط، عشان خاطر ان هو ما يعملش قفله لا فومبينا ولا يعمل شرز يولع في المكنه ولا حاجه. في ناس ثانيه بتخلص وتروح جايباه منين؟ جايباه من تحت الكربراتير من هنا كده، بيبقى بنفس الوضع كده بالظبط من هنا كده. حلو كده. طبعا انا دلوقتي وانا بربط الكربراتير من هنا كده، بربط الصاموله ولا بشبط. طبعا انا ما ببقاش مدخل راسي جوه او انا موطي دماغي جوه في قلب الماكينه، انا ببقى بحط الكربراتير من بره وببيت وبشبط. يقوم السلك ده الداخلي ده اهو، السلك بتاع الدبراج اللي احنا بنقول عليه ده اهو، اهو الداخلي ده اهو، وانا بربط يروح رايح فين بقى؟ يروح جاي عند الفبره بتاع الكربراتير من هنا كده، ويروح داخل تحت الفبره بالظبط من بين الكربراتير وبين المسمار كده، تمام. واربط واشد عليه جامد. طبعا انا لما بربط وبشد كده وبربط الكربراتير، طبعا السلك لما بات بين الفبره وبين الكربراتير عمل حز في الفبره، خلى الفبره نفست مش مخدمه للمنفذ للاخر او مش مقفله الكربراتير محكوم، اصبح تقعد تدور غصب عنها. صناصيه مفيش، الكلام ده كله مفيش. فنرجو من الناس اللي بتركب سلوك دبراج داخليه او بتروح للصنايعي راكب لك سلك دبراج داخلي، يا يقطع الزياده بتاعت الداخلي ديت بعد ما يخلص، يا اما يحطها زي ما انا بقول لك كده بالظبط. لو مش عايز يقطع عشان ما ينسرش يعملوا كده بنفس الوضع اهو. بص يا باشا اهو، تمام كده. ما عادش حاجه اهوت باينه، والسلك بقى اصبح بوزن فين؟ لناحيه جوه خالص، بحيث ان انا اما اجي اشتغل او اجي اربط او اجي اعمل اي حاجه في المكنه لا يروح على مبينه يعمل قفله لا قدر الله يولع في المكنه، ولا يجي على سلك كهرباء، ولا يخش بين الكربراتير وبين المانيفول ويبهدل لي الدنيا. ده كان فيديو للتوعيه، لان انا حل المكنه دي كانت نفس المشكله بالظبط، عشان كده قلت اعمل لكم فيديو عليها. واحد برضه ابن حلال صنايعي كويس ربط الكربراتير، وبعد ما الراجل كان حل الكربراتير كويس المكنه بتعدي زي ما انا سمعتك كده كانت كويسه، خلص الكربراتير والمكنه ما ظبطتش معاه، قال له عايز الكربراتير وحل في كهرباء وحل في فيلم، وفي الاخر قال له الكربراتير بايظ. قال له يا عم ده كان كويس، قال له بايظ هو مش عايز يظبط. فالراجل ذوق وجالي، فانا بحل الكربراتير عشان اشوف بايظ ازاي. ببص على الفبره لقيت الفبره معلم فيها السلك من جوه، تمام. فحليت الكربراتير، ببص على السلك لقيت سلك الدبرياج محطوط بين الفبره وبين الكربراتير. شلت السلك وغيرت الفبره وظبطت للراجل المكنه دارت و100 ل 1000 وصلانسيه تمام، و100 وفرت عليها 1650. فاحنا بنرجو بس بنقول حرام لان الحاجه غاليه، فنحاول على قد ما نقدر الحاجه ما نقولش بايظه على ما نبقى واثقين مليون المية ان هي تبقى بايظه. كل سنه وانتم طيبين، لايك وشير للفيديو واعجاب، وكل سنه وانتم طيبين.